25 انبوبه ياخذوا اعداء، عشان 25 انبوبه ياخذوا اعداء. انا جاي اكلمكم عن رجاله جدعان اتغدر بيهم بالسكينه اللي قدامكم دي. سن الراجل فيهم 13 سنه. لكن قبل ما نبداوا، علشان حق الرجاله دي يرجع، يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده واعمل مشاركه على قد ما تقدر. والحكايه بتبدا من محافظه اسيوط وبالتحديد مركز بنوب، وهناك 2 رجاله سن الراجل فيهم 13 سنه. الاول اسمه فارس هاني مكرم، والتاني اسمه شادي اشرف مكرم. الاتنين ولاد عم جدعان ورجاله شقيانين من صغرهم ايه، هم لسه صغيرين، بس انا زي ما قلت لك رجال الكل بيحبهم وبيحترمهم، ما بيتاخروش من حد. شغالين ايه يا معلم؟ شغالين بيبيعوا انابيب. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، على عربيه كرو بسيطه بيجيبوا شويه انابيب بيلفوا بيهم، واي حد يكلمهم عايزين انبوبه او 2 أو 3 بيروحوا لحد عنده، ما بيقصروش من اي حد والكل بيحبه. ويومات يطلعوا بالعربيه الكرو بتاعتهم يروحوا المستودع يجيبوا شويه انابيب ويلفوا على القرى والنجوع لحد ما يبيعوها ويرجعوا تاني البيت. لحد ما من يومين جاهم اتصال لواحد ساكن في منطقه زراعيه عايز مجموعه انابيب، والشخص ده ما كانش لوحده، وكان فيه واحد تاني معاه. والوقت اللي اختاروا وقت بالليل علشان ما حدش يشوف اللي هم هيعملوه. المهم بعد ما طلبوا الانابيب منهم فارس وشادي قالوا حاضر زي العاده. ناس كتير بتكلمهم عايزين انبوبتين 3 4، الشارع هنا عايز انابيب، بيحملوا العدد او بيحملوا بزياده علشان الناس اللي حواليهم، وبيروحوا يوزعوا الانابيب دي. حملوا الانابيب زي عادتهم وراحوا المكان اللي هو طلبهم فيه. لكن مع الاسف الرجاله دي ما كانتش عارفه الشياطين اللي مستنياها هناك، الشياطين اللي كانت مرتبه ومخططه انهم قبل ما يوصلوا المنطقه السكنيه يقابلوهم على الطريق الزراعي وينفذوا اللي رتبوا وخططوا علشان. كلمه في الثانيه استلموهم شلوا حركتهم وبالسكينه اللي معاهم. التانيين طبعا دي ناس طالع على رزقها، ولا هم عارفين ان هم هيتغدر بيهم. طبعا فارس ده نهوا حياته في الحال، اما شادي فتعدوا عليه وظنوا انه هو خلاص كده انتهى. يعني هم مسكوا الاتنين ونهوا حياتهم واتاكدوا انه خلاص الاتنين انتهوا. خدوا عدد الانابيب وخدوا التليفونات اللي معاهم وسرقوهم مشوا بعد ما سابوا فارس لفظ انفاسه الاخيره، وبعد ما اتاكدوا انه خلاص شادي حصل. طبعا الاهالي بدات تدور عليهم، ما رجعوش البيت كالعاده، عصروا عليهم في الزراعه. فارس كان انتهى ربنا يصبر اهله، لكن شادي كان لسه فيه النفس. خدوه طلعوا بيه على المستشفى وهو في العنايه دلوقتي، ربنا يشفيه، دعواتكم ليه. عشان 25 انبوبه ياخذوا اعداء، عشان 25 انبوبه ياخذوا اعداء. محمد سيد بن محمد ياخذوا اعداء ولاد الكلب. 25 انبوبه عشان يذبحوا عيل زي الخروج يا ولاد الكلب. ومن بعدها الاجهزه الامنيه وفي خلال ساعات بسيطه قبضوا على المجرمين اللي عملوا فيهم كده. ومن خلال الفيديو ده بنناشد بسرعه القصاص منهم في اقرب وقت ممكن. غدروا باللي ارجل منهم رغم صغر سنهم، الرجاله اللي بجد اللي ما قبلتش تاكلها غير من عرق جبينها وبس. علشان كده ما تاخدكمش بيهم لا رحمه ولا رأفه، وبنطالب بسرعه القصاص منهم في اسرع وقت ممكن علشان حق الرجاله دي يرجع. وكل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعه يعمل مشاركه للفيديو ده في كل مكان، وباذن الله في وقت بسيط هطلع في فيديو وابشركم انه تم اعدامه. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.